كانت نهى فتاة صغيرة لا تتعدى 8 من عمرها، ودائما ما كانت تجلس أمام شاشة التلفزيون لساعات دون كلل أو ملل. لم تكن تعير اهتماما لألعاب الأطفال أو الكتب والمجلات. تحول التلفزيون بالنسبة لها إلى عالم ملون يمكن أن تهرب إليه من كل شيء. أثر هذا التعلق الشديد بالتلفزيون سلبا على حياتها، فنهى لم تكن لديها أصدقاء تلعب معهم أو تتبادل الحديث معهم، وكانت درجاتها في المدرسة تتدهور بصورة ملحوظة. كانت الأستاذة دائما تقول لوالدها: نهى لا تركز في الدروس. كان والدي نهى قلقين جدا بشأن وضعها، ولم يعلموا كيف يمكنهم تغيير هذا المسار حتى جاء اليوم الذي قرر فيه حلا مبتكرا. بعد ليلة من التفكير، اتفقا على تغطية شاشة التلفزيون بقماش سميك حتى يتسنى لها أن تكتشف العالم من حولها. عندها جاء صباح يوم جديد لتجد نهى أن الشاشة قد اختفت تماما تحت القماش. حاولت إزالة القماش لكنه كان مثبتا بعناية. صدمتها المفاجأة وأثارت فضولها. أخذت نهى نظرة مختلفة للمكان حولها. أدركت أنها تمتلك غرفة مليئة بالألعاب والكتب التي لم تفتح بعد. بدأت نهى في اكتشاف عالم الغرفة الذي كان مختفيا. شيئا فشيئا، بدأت نهى في اللعب والقراءة. اكتشفت أنها تحب الرسم أيضا، وكانت والدتها تنفذ معها حصة يومية للرسم تحبها نهى كثيرا. بدأت الأمور تتغير بطريقة لم يتوقعها والداها. نهى بدأت تعود مع زملاء المدرسة للمنزل، وأصبحت تحكي لأمها عن يومها بتفاصيل جديدة. وعلى الرغم من أن التلفزيون كان جزءاً من حياتها لا يمكن نسيانه، إلا أنها أدركت أنك تستطيع أن تعيش دون الشاشات وتخلق عالمك الخاص. كانت هذه اللحظة بالنسبة لإنهاء تعلق نهى بالتلفزيون، لتكتشف الجانب الجمالي للحياة الحقيقية، وتبدأ حياة جديدة مليئة بالمغامرات والاكتشافات.